حين أخبرتني روان بما فعلته دنيا داهمتني الدهشة، وتسلل إلي قلق عميق. ما حدث لم يكن عفويا، ولم أحتج إلى وقت طويل لأربط بين روايتها وبين ما سمعناه من قبل عن علاقة خالة طارق وابنتها بأولئك الدجالين والمشعوذين المتخفين خلف ستار الدين. كنت متيقنة أن تلك الفتاة أرادت أثرا من دم روان، لم تكن خدشة عابرة بل نية مبيتة. لكنني رغم خوفي أخفيت فزعي عنها، لا رغبة في الكتمان بل حرصا على ألا أزرع في قلبها مزيدا من الرعب. قلت لها بهدوء: التزمي بصلاتك وبأوراد التحصين، لا تتركيها يوما. ورغم كل شيء كان داخلي يطمئنني. كنت أؤمن أن أصدقائها من الجن، أولئك الذين أحبوها، لن يتركوها دون حماية. ولم يطل الانتظار حتى جاءتني تؤكد ذلك. قالت إنها استيقظت صباحا لتجد في منزلهم 3 أو 4 من قططها الكبيرة جاثمات في الزوايا. تفاجأ أفراد الأسرة وتساءلوا عن سر وجود هذه القطط التي أصبحت ملازمة للبيت. وحين حاول شقيقها طردها أوقفته روان بحزم وقالت له: المنزل الذي فيه قطط فيه رحمة، وهي لن تؤذي أحدا. في تلك الليلة رأت روان حلما مرعبا ارتجف بدني حين حكت لي تفاصيله. قالت إنها رأت ثعبانا أسود ضخم الرأس عظيم الأنياب يتسلل نحو سريرها محاولا التهامها من قدميها، لكن فجأة ظهرت قطط بيضاء تشع بالنور وهاجمته بشراسة، ليتحول الحلم إلى معركة شرسة بين النور والظلمة. رأت الثعبان يبتلع إحداها ثم يفر هاربا. استيقظت من نومها وهي ترتجف غارقة في عرق بارد، قلبها ينبض كطبول الحرب. وفي الصباح وجدت إحدى قططها ممددة مدرجة بالجراح والدماء، فارقت الحياة.